مساء الخير. فيديو جديد بلوري كلير، والمرة دي هو مراجعة لانمي، والانمي اللي هنراجعه المرة دي هو انمي ريكوردز اوف راجناروك. والانمي ده تقريبا انا شفت كل الناس بتكرهه كره غريب، يعني فاهم، كل الناس عرب واجانب وكل حاجه مش حابينه خالص. انا مش عارف ليه بصراحه، انا شايف الانمي جميل جدا. في ناس عندهم مشكله طبعا مع الانمي في فكره ان هو جايب آلهة، ماشي، دي حاجه انا متفهمها. في ناس مش حباه لان هو معمول وحش، انا مش فاهم هو معمول وحش ازاي، بس هو انا اكتر حاجه عجباني فيه الفكره بتاعته في البشر، وازاي لما بيقارنوها بالآلهة التانية. احنا للي ما شافش الانمي هنتكلم عنه الاول، فخلينا بس نبتدي نتكلم عنه. هو الانمي ده معمول على نتفليكس، عشان كده اعتقد حقوق الملكية هتخلي كل ما نشغل اي حاجة الفيديو ممكن يتاخد، عشان كده هحط بس صور منه او مشاهد كده زي ما احنا عاملين، ومكبر حتى صورتي قوي عشان تغطي شويه كمان على الصوره بتاعت المشهد اللي بيحصل على الشاشه. فخلينا نبتدي نتكلم عن القصه. وبيجيب لنا الاول المفروض ان في اجتماع بقى لكل الالهه اللي موجوده من كل الحضارات في كل البلاد في كل التواريخ، فاهم؟ فجايب لنا اشكال كده غريبه من اللي بتعدي. وبعد كده جايب لنا واحد من قال لك ال 12 الهه للاولمب، هرمز، وده واقف هنا موجود. وبعد كده هيجي لنا زوس، وزوس طبعا اللي هو زيوس زي ما بنقول عليه بالعربي، قاعد بقى على العرش بتاعه، المفروض ده الكبير بتاعهم كلهم. المفروض ان ده الكبير بتاعهم كلهم، وبيقول ان هم هنا متجمعين عشان يشوفوا مصير الانسانية بعد بقى ايه الوقت اللي عدى ده اللي احنا هنعرف فيه ايه دلوقتي. وبعدين بيقول ان ده الوقت اللي هيختاروا فيه يسيبوا البشر عايشين 1000 سنة كمان ولا يمحوهم من الارض كلها خلاص. جايب لك بقى ردود فعل مختلفة، زي تشيفا مثلا بيقول ان احنا سيبناهم كتير واتفرجت عليهم ومحدش فيهم بيتعلم من اخطائهم، انا رأيي ان احنا نقضي عليهم كلهم. وان افروديتي بتقول نفس الكلام برضو، كل ما الوقت بيعدي، المفروض دي الهة الجمال، فبتقول كل ما الوقت بيعدي الدنيا بتبقى وحشة وبتبقى اجلي، بتبقى قبيحة اكتر، فاحنا برضو نخلص عليهم. وهنا بقى زيوس بعد كل الناس ما بتتكلم بتقول نقضي عليهم نقضي عليهم، بيقول واضح ان في اتفاق عام ان احنا لازم نخلص على البشرية، فهيبتدي يضرب بالمطرقة بتاعته عشان يقول ان البشرية هتنتهي. في الوقت اللي بتخش فيه قبل ما يعملوا كده على طول، واحده من الفالكريز اللي هم مين، اللي هم اللي موجودين مساعدين او موجودين في المكان بتاع اودن، اللي هي النورس ميثولوجي. لو انت بتشوف القناه التانية بتاعت يوجي، في فيديو كان شرح بقى لكل الناس اللي موجودين في النورس ميثولوجي، ومنهم طبعا الفالكريز دول كلهم. عشان اختصر عليك المقدمه الطويله، هنا ده اودن قاعد اهو. عشان اختصر عليك المقدمه الطويله، هم بيقولوا لهم لا، احنا من حقنا ان احنا نعمل زي مبارزه او ماتش كبير بين 13 شخص، 13 من الالهه او 13 من البشر، المفروض هم يواجهوا بعض، ولو البشر كسبوا في الاخر المفروض ان هم يعيشوا ويكزيستوا بعد كده. ده المفروض هو الماتش اللي موجود بين الاتنين، اللي هو اسمه ايه، اللي هو المبارزه دي بتاع هي الراجناروك. الراجناروك اللي هي المفروض بقى المعركة الأخيرة أو النهائية اللي بتتعمل، اللي هتلاقوها برضو في النورس ميثولوجي. وهنا هيتقال القواعد بتاعة المبارزة النهائية، إن اللي بين البشر وبين الآلهة. بيشرحها هنا واحدة واحدة. بيقول أول حاجة إن في معركة هتبقى بين 13 واحد زي ما قلنا، 13 آلهة و13 من البشر. لو الإنسان خسر الهيومانيتي كلها هتتدمر، ولو كسبوا هيعيشوا 1000 سنة كمان. بس محدش عمل عمره التحدي ده في تاريخ البشرية كلها، عمر ما حد فكر إن هو يستخدم القانون ده. هنا طبعا الآلهة كلها بتعترض وبيقولوا لا طبعا إيه العبط ده، مش عايزين نعمل حاجة زي كده. فهي بتستفزهم تقول إيه، انتوا خايفين تواجهوهم ولا إيه؟ فطبعا هم التانيين بيتعصبوا كالعادة، زي ما دايما بيقعدوا يطلعوا الآلهة في أي في أي مسلسل انمي يعني. المهم ان هو ايه، بيقولوا كده. وهنا خلاص المفروض بيتوافق على المعركة دي عشان نختصر القصة اللي بتحصل. وهنا بيتحدد الفالكري دي ان هي تبقى الشخص اللي بيساعد البشر، او الشخص اللي موجود يعني بيقود البشر في الحتة دي، هو اللي هيرتب الناس ويشوف مين اللي هيلاعب مين والكلام ده. من البشر هتكون هي الست دي، وهنا بتبتدي معركة الراجناروك. هي دي ببساطة فكرة الانمي كله، ان هو هيبقى عبارة عن 13 معركة بين 13 شخص و13 اله. انا شايفها فكرة لطيفة يعني. انا ما اعتقدش ان حد هيفكر انه هيعبد شيفا مثلا فيقول ايه ده، يا ازاي بيجيبوا اله، يعني انا مش حاسسها كده يعني، بس ما علينا. وبنروح هنا لفالهالا. فالهالا دي برضو في النورس ميثولوجي، ده المكان اللي لما المقاتلين بيموتوا بيروحوا فيه
عشان يعيشوا هناك مرة تانية، اللي بيتحضروا لمعركة الراجناروك هناك، المقاتلين الأقوياء. ونبتدي على طول بأول معركة عشان نخلص على طول. وأول معركة الآلهة اختارت هيبقى مين فيهم، وقال لك Strength of Norse، قوة النورس أو الحضارة اللي هي النورديك، اللي هو مين طبعا ماسك البتاع الكبير قوي ده، مش عارف هم مبالغين فيه كده ليه، اللي هو ثور. ثور ماسك المطرقة بتاعته اللي هي باينة ان هي مطرقة كبيرة قوي. هنا بيقولوا يا ترى مين بقى الشخص اللي ممكن يكون بيواجه او يقدر يواجه شخص زي ثور، ما ده اله كده كده، مين هيعرف يواجهه؟ فهي بتقول في كل المعارك بقى اللي انا شفتها في حد القوي جدا اللي ما خسرش معركه قبل كده. وبعدين بيبينوا لنا هنا بقى مين الشخص ده. وبيقول لنا ان ده هو بطل الصين. مين بقى بطل الصين؟ ذا فلاينج جنرال لو بو. ده بقى المفروض ان هو اقوى واحد هي شافته في ارض المعركة في الدنيا كلها، واحد قوي جدا. وهم انا شايف ان دي كانت فكرة حلوة في المسلسل، ان هو يبتدي بحاجة زي كده عشان يقولك في الاخر ان انت اكيد في واحد قوي، ماشي هو ده، لان الافكار اللي بعد كده هتبقى جميلة. فاول فكرة ان هو جايبين اقوى واحد يلعب، ماشي فكرة كويسة. قدام مين؟ قدام ثور اللي هو برضو من اقوى الالهة اللي موجودة. وجايب لك بقى ان هو لما ظهر الجنود بتوعه اللي كانوا موجودين قاعدين بيعيطوا ان هم شايفينه راجع ويحارب عشانهم وبيحارب عشان البشريه وكده. وفي واحد من الناس جايب لك هنا ان هو بقى بيصلي البوذا عشان او بوذا عشان يحميهم، فبتقول له انت بتصلي مين؟ ده من الالهه اصلا اللي احنا مش طايقينهم دلوقتي، فما تقعدش تصلي له، خليك ركز معانا احنا هنا في اللي احنا فيه. وبيبتدي على طول هنا ان في المعركه بين الاثنين، المفروض ان هم من اقوى الاثنين اللي موجودين. وبعدين بيقول ان دي المعركه بقى الاولى والكبرى. وبعدين عندنا اول واحد مين؟ فبيقول لك اللي بيمثل الالهه من ناحيه الالهه، القوه المدمره الخطيره اللي مش عارف ايه، ثور. وبيقلع بقى الهدوم ويرميها كده، بيعمل ستريبتيز جامد. وبعدين هنا جايب لنا واحد، يعني محتاجين نقف نبص على الحته دي، ان ده هنا واحد مصري، مش عارف مطلعينه لونه اسمر ليه، دي حاجه غريبه جدا. الناس دول من الافرو سنتريك تقريبا. وفي مش عارف ايه ده، يعني انا مش عارف ايه الكائن ده برضو اللي هو فاهم اللي حاطينه هنا، بس ما علينا يعني. بس وكل دول المفروض بقى دول آلهة فرحانين بثور وكده. ومن الناحية التانية بعد كده بيجيب لنا ان في لوبو هو اللي موجود من ناحية البشر. وهنا بقى بنلاقي في حاجة نزلت له من فوق، لسه مش عارفين هي ايه، فمش هنحرق الاحداث. وبعدين بيقول ان ده اقوى واحد من الريكوردز اللي موجودين اللي هيلعب لوبو، وهو سعيد وفرحان قوي. طبعا عشان نبتدي نختصر المعارك لان هيبقى فيها ضرب كتير، مش ده الهدف اللي هنشوفه من المراجعه بتاعه الانمي، هو الهدف ان احنا نشوف هما بيمثلوا الحاجات دي ازاي او الفكره اللي في دماغهم. هو هنا بقى بيقعد يعمل كميه مشاهد، فاهم بقى اللي هو هيواجهوا بعض، يا الهي انها المواجهه، يا الهي ستتم المواجهه الان يا الهي كده بقى، بيقعدوا يعملوا كده كتير قوي. فاحنا هنختصر الحاجات دي كلها. وهنا ده واحد المفروض من المساعدين بتوعه، بيقولوا ان احنا كلنا هنا موجودين وبنساعدك وبنساندك زي ما ساعدناك في المعركة، هنفضل نساعدك في اللي انت بتعمله ده، وانت كنت اقوى بطل في العالم وكده. مشكلته الوحيدة بس في المط الفظيع، يعني عارف لو كانوا مختصرين الحاجات دي شوية كانت تبقى جامدة جدا. المهم يعني نخش على المعركة على طول، احنا كل ده قاعدين نقدم عشان نخش على المعركة. هنا بقى الناس مستغربين زهقوا زينا لان احنا قاعدين كتير، هم ليه مش بيواجهوا بعض؟ لقوا ان هم الاتنين نزلوا اسلحتهم واقفين مش ماسكين الاسلحه في وضع المهاجمه يعني. وبيبتدوا يتحركوا هما الاتنين ناحيه بعض من غير ما حد يبقى رافع سلاحه. وده احنا مش فاهمين هل هما واثقين في نفسهم ولا مستهونين باللي قدام بعض، احنا مش فاهمين قوي. وبرده مشاهد من ان هما بيقربوا لبعض، حاجه بقى بتبقى ممله فاهم. وان هما الاتنين دلوقتي بيقارنوا بينهم ان هما الاتنين عندهم حب للدماء والتعطش للعنف والكلام ده، وحاجه جرائم يعاقب عليها القانون يعني. المهم ان عشان نختصر البتاع هيبتدوا الهجوم. هو بدأ الهجوم وده هجم وده صد الضربة بسهولة. وطبعا الضربة دي هنفضل فيها زي كابتن ماجد كده فاهم، هيفضل سنة مثلا يفضلوا في نفس الضربة. يعني خلينا نتفرج كده الضربة تفضل قد ايه. كده الضربه خلصت، دي كلها كانت ضربه فاهم المسلسل ماشي بأنهي سرعه. المهم هنا بيجيب لنا يعني ان لوبو ده جامد، ضرب الضربه وثور رجع لورا رغم ان ده اله، ودي حاجه قويه. وبتخلص اول حلقه هنا بان هو لوبو ضربه، واضح ان لوبو جامد. نخش بقى على تاني حلقه نكمل، لان احنا طبعا المراجعه مش هينفع ناخد فيها حلقه، احنا تقريبا ممكن ناخد المسلسل كله في حلقتين 3 مراجعه اساسا.
وجايب لنا هنا المعركة بقى في الحلقة التانية. المعركة مكملة لسه، وده قاعد بيضرب ده وده قاعد بيضرب ده، وكلام عادي ممكن نعديه كله لان احنا عايزين نخش على النقطة المهمة. ويمر لنا هنا بقى ان ثور بيبتدي يعمل اللايتنينج او البرق بتاعه من ايده اللي هي لونها بقى اسود بشكل غريب شوية. وهنا بيطلع النور ده، والناس بقى مش فاهمين ايه اللي بيحصل، هو ثور بيعمل كده ليه، ايه اللايتنينج اللي هيعمله، هو هيموت لوبو ولا ايه؟ وكل ده كان ثور بيمسك بس البتاع وبيرجعه لورا عشان يعمل كده ان هو لسه هيبتدي يهاجم لقدام. فكل الحركة اللي احنا شفناها دي هي الحركة دي عشان يبتدي يهاجم. طبعا انت لو بتشوف معايا الفيديو تحت هنلاقي ان عدى 4 دقايق من الحلقة. المهم ان بقى هنا دي حركة برضو رخمة بيعملوها، ان هو خلاص الهجوم هيحصل نرجع بقى 100,000 سنة لورا نشوف ايه تاريخ الشخصية كان عامل ازاي. حاجة حلوة ان احنا نشوف تاريخ الشخصية، بس هما بيمطوا فيها شوية تقريبا، عشان كده بيقولوا على المسلسل وحش، لان هو ال 12 حلقة دول يتعملوا في 6 حلقات يبقى رائع جدا. وهنا بنرجع لمين؟ بنرجع لشخصية ثور تقريبا، لان احنا بنقول ان زمان كان في الالهة بنت سور كبير حوالين اسجارد، اللي كان بيشوف مارفل طبعا عارف اسجارد وعارف المدينة اللي عايش فيها الالهة دي، عشان يحموا نفسهم من اليوتومير. واحنا شايفين هنا بيقولك الناس بيعملوا ايه، قاعدين دول الحراس قاعدين بيحموا المدينة. وبعدين في يوم من الايام لقوا الهجوم جاي عليهم، ولقوا العمالقة الكبار دول جايين يهاجموا على المدينة، والاسجارديانز اللي هو الناس بتوع اسجارد يعني ما كانوش متوقعين الهجوم ده. وجايب لنا هنا الهجوم عامل ازاي، والمدينة بتتدمر واسوارها بتتدمر. وفي هنا تاير او تير الجاد اوف وور برضو بتاعهم زي ايرز عند الالهة التانيين دول، والناس كلها بتحاول تدمر العمالقة اللي موجودين بس مش بيقدروا، والعمالقة بيخشوا يدمروا المدينة كلها زي ما احنا شايفين. هو اكشلي بيحطوا فيه مشاهد انا فاكر كانت وحشة، بيقطعوهم حتت بقى بياكلوهم ومعلقينهم كأنها خلة سنين، حاجة مشاهد بشعة شوية. وبيدوسوا على الناس كلها وبيموتوهم وبيمضغوهم. وبعدين في الاخر مين اللي بيحصل؟ ثور هو اللي بيطلع يواجههم كلهم. وبيبان لنا هنا ان ثور فعلا بالهامر بس بتاعه بالمطرقة الكبيرة بتاعته بيطلع ويقضي عليهم كلهم. فده بيبين لنا اولا ان ثور جامد جدا، ده اللي هو كان عايز يقوله. غير كده ان ثور اصلا بيحمي المدينة بتاعته كمان، هو مش شخص وحش، هو شخص بالعكس هو بيدافع. وهنا جايب لنا ان دي الحركة اللي هو بيعملها دلوقتي لما رجع لورا زي ما قلنا ان هو هيهاجم الهجمة دي، هو اللي دمر بيها كل الآلهة اللي كانوا موجودين دول. وقال لك ان هو لوحده موت 66 من العمالقة اللي كانوا بيهاجموا عليهم. وهنا جايب لك برضو ان ثور كان زهقان، يعني اللي هو عمل كده ببساطة شديدة، وان النصر اللي حصل ده الناس كلها فضلت تتكلم عنه. نرجع بقى هنا اللوبو اللي واقف. طبعا احنا المشهد يا جماعة اللي اتكلمنا فيه ده 6 دقايق، الحتة اللي احنا قلناها دي ان فيها عمالقة هجموا دمروا المدينة وثور قتلهم في 6 دقايق. المهم جايب بقى ان لوبو ده قاعد مستني اللي بيحصل ومستني الهجمة اللي هتيجي عليه. نروح نشوف بقى ثور اهو هو بيهاجم بالمطرقة بتاعته على لوبو. ايه اللي هيحصل يا ترى؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي. وجايب هنا ان الضربة احنا ما شفناش ايه اللي حصل، بس كانت ضربة جامدة جدا. وجايب ان ثور ضرب الضربة بتاعته خلاص، فبيبص مش فاهمين في ايه، المفروض ان هو يكون قضى عليه، مفيش اي انسان يقدر يعيش بعد الضربة اللي موجودة دي. وبنكتشف هنا ان لوبو ما ماتش ولسه موجود. وفعلا مش بس كده، هو كمان بيضرب ثور وبيعوره. وهنا بقى بنكتشف حاجة غريبة، ان احنا مش فاهمين اصلا ازاي سلاح بشري يضرب اله. وهنا بيقول له بقى ان هو الامبريسد كمان، يعني لوبو ده جامد قوي للدرجه دي، فاهم ايه الجمدان اللي انت فيه ده يا لوبو اللي بتعور ثور يا ترى؟ هنا بقى ثور متعصب، يوباست بيشتمه باصله ان هو من البشر يعني. وهنا المعركه دخلت في نسب كده وحاجات وحشه خالص. وهنا بنرجع بقى للتاريخ بتاع لوبو، احنا جبنا تاريخ ثور، نروح بقى لتاريخ لوبو. وبيتكلم ان هو كان وهو طفل صغير جامد قوي ازاي، وفاهم، وجايب لك ان هو بيموت الكائنات اللي في الغابه الاقوى والاكبر منه بكتير، والناس كلها مستغربه، وهو كطفل عادي مش فارق معاه. وان هو لف كتير قوي في القارات اللي موجوده بيدور على واحد يقدر يواجهه في القوه، ان هو قوي جدا. وجايب لك هنا وهو بيموت دببه زي ما احنا شايفين بايديه. هو ماشي يعني، ده كان اقوى انسان، ما نبلعها يعني مش مشكله، ده كان انسان قوي جدا وعنده قدرات جامده، فماشي اوكي.
لغايه دلوقتي هي مش قدرات، هي قويه طبعا بس ما ايه مش زي الالهه يعني. وجايب لك ان هو هنا في وسط الحروب بيقود الحروب كمان، وبيقدر ينتصر دايما من كتر قوته، ومحدش ابدا قدر يقف في طريق الراجل ده مهما حصل. وكان معاه دايما الجيش عمال يكبر لان الناس كلها بتثق فيه وان هو قوي وبتاع. وبعدين بعد 30 سنه الراجل ده ادرك الحقيقه بقى اخيرا. ايه هي الحقيقه اللي هو ادركها؟ ان مفيش حد موجود في العالم يقدر يواجهه او يهزمه دلوقتي. وجايب المشهد اللي بعده على طول ان هو راح مقبوض عليه، واتقال ان هو مقبوض عليه كان بيعيط عشان حياته، ان هو بيقول ارجوكوا انقذوني ومش هتموتونيش والكلام ده المفروض ان القصه اللي بتتقال. بس في الحقيقه مش هو ده اللي حصل، على حسب يعني ما الانمي بيقول ان هو كان زهقان اصلا وعرف ان هو كده محدش هيقدر يهزمه وما بقاش عنده اي حاجه مستنيها من الموضوع ده، فخلاص بقى اللي هو ايه، موتوني وخلصوني عشان اخلص من الملل اللي انا فيه ده. لان هو كان عايز يبقى اقوى واحد في العالم، وادرك ان هو فعلا دلوقتي اقوى واحد في العالم، مفيش حد حتى قريب ليه في الموضوع ده. فخلاص قال لك خلصني، هيري اب اند اند، خلصني وموتني بسرعه عشان نخلص يعني. وبعد كده عرفنا الباك جراوند ستوري بتاعت ده وبتاعت ده. نرجع بقى لباقي المعركه، وهما الاتنين بيقولوا ان هما الاتنين هيهزموا بعض وهيعملوا قصارى جهدهم عشان يكسبوا. وهنا بقى زوس بيقول هو غريب قوي، هو ازاي السلاح البشري قدر يعمل كده؟ هما مش فاهمين السلاح اللي بيستخدمه ده جاي منين، ده اللي كنا قلنا عليه لما عوروا. هنا بقى بيبان لنا ايه اللي حصل، ان الفالكري وهي بتحضر مين الناس اللي هيلعبوا، وحته جميله قوي جايب لك ان هما مبكسلين الاشكال عشان ما نعرفش مين اللي هيجيبوه بعد كده. وهنا بنعرف ان الفالكري دي ليها 12 اخت، والاخوات دول هما اللي عندهم القدره ان هم يتحولوا لاسلحه، كل واحده هتتحول لسلاح في ايد البشري، والسلاح ده عنده قدرات شبه الهيه شويه عشان هو من الفالكريز. فكل واحده من ال 12 او من 13 لان هي رقم 13 هتتحول للسلاح ده. والسلاح ده اللي احنا هنشوفه دلوقتي اللي في ايد لوبو، واحده من الناس اتحولوا، وده السلاح اللي قدر يجرح ثور. وجايبين لنا هنا بقى نكمل الحلقه اللي بعدها التحول بتاع الفالكريا وهي بتتحول للسلاح. كده احنا فهمنا السلاح ده عباره عن مين زي ما قلنا، ونخش بقى على باقي المعركه نكملها عشان نخلص بسرعه، لان باقي المعركه بصراحه هي معركه عاديه ما فيهاش حاجات قوي يعني، معركه معموله حلوه بس في الاول في الاخر هو مجرد ضرب يعني، ما فيهوش افكار كتير قوي على الاقل في المعركه دي لو انا فاكر صح. وده هنا اسم الفالكري اللي اتحولت، فاللي هي شيل دستروير. وهنا ده المطرقه اللي موجوده مع ثور، ان هي من اقوى القوى اللي موجوده على الارض، بيقارنوا هما الاثنين ببعض. تمام. وجايب لنا بقى ايه هي الحاجه السوداء اللي كانت موجوده، ان هو ده يعني زي جوانتي كده معين لازم يلبسه عشان يحمي ايده من قوه اقوى سلاح اللي هو السلاح المطرقه بتاع ثور. فجايب لنا هنا بعد كده على طول ان هو ده الكاونتر اللي لابسه ده او الحاجه اللي بتحميه، ضربوا عليها جامد بالسلاح بتاعه فاتكسرت في المشهد اللي احنا شايفينه الجميل ده. بس طبعا هم مبسوطين بقى، قالوا هي عرفنا نعمل اي حاجه، الناس مبسوطه وفرحانه. وهنا بقى جايب لك ان هم متضايقين جدا من الفكره بتاعت السلاح ده، لان اعتبروا ان دي زي ثوره عليهم او ان في انقلاب بيحصل عليهم من جوه عشان يقدروا ياخدوا الاسلحه اللي يواجهوا بيها الالهه. ماشي مش مشكله نعدها لهم، بس بيبان لنا هو مبسوط في الحقيقه، هو مش متضايق، هو فرحان قوي ان في اخيرا حاجه بتحصل فيها فن من ضمن الحاجات اللي حاصله دي. وسعيد قوي الراجل يعني اللي هو اسمه ايه ده، زوس. وجايب لنا هنا السلاح بتاع ثور مرمي على الارض وهو مولع نار. وبيقولوا دلوقتي ان طالما هو فقد فعلا واحد من الجوانتيات بتاعته هيبقى عنده مشكله كبيره ان هو يمسك السلاح ده، لان السلاح هيبقى صعب جدا يعني على ايده لان هو بيغلي زي ما هو باين. هنروح نشوف بقى ثور المفروض هيعمل ايه دلوقتي. وهنا بيبان لنا حاجه غريبه برضو، ان بيقول له اوكي انت بدات تصحى، بدا يصحى ازاي؟ بيبان لنا ان المطرقه نفسها الدرع بتاعها كمان بيتكسر وبيطلع منه حاجه احنا لسه مش فاهمين هي ايه، بس الشكل اللي احنا شايفينه ده، وهي بتنبض كانها كائن حي. ايه بقى الكائن الحي اللي موجود جواه؟ بيقول لك هو ايه ده، هو بينبض كده ليه؟ وهنا بقى بيقول لنا زوس حاجه تانية، ان الجوانتي ده ما كانش عشان يحمي ايد ثور، الجوانتي كان موجود عشان يحمي المطرقه من ايد ثور، لان ثور قوته اكتر بكتير قوي من اللي موجوده، فهو بيحاول يحجم قوته شويه، فراح قلع الجوانتي ورماه زي ما احنا شايفين كده فكسر الارض. وهنا بقى بنشوف ان ثور لسه ما بينش اصلا حتى قوته، هو بعد ما قلع الجوانتي بقت قوته الحقيقيه هتبان لنا دلوقتي، وبيعرف يمسك المطرقه بايده عادي جدا ولا
بيبان عليه. والمطرقه باين ان هي كمان جزء منها زي كائن حي، احنا مش فاهمين ايه الكائن الحي ده، او مش فاهمين ليه، مش باينه قوي. وجايب لنا هنا بقى ثور بيشحن المطرقه بثندر كده او بحاجه قويه، وبعد كده بيقول له ما تموتش دلوقتي، مش عايزك تموت. وطبعا هما بيضيعوا وقت كتير جدا، يعني انا عايز اقول لك ان احنا دلوقتي في اخر الحلقه الثالثه، كل ده بس عشان يضربوا. وهنا دي ضربه رايحه ناحيه لوبو، وبعدين بيرجعوا يحكوا حكايه تانية، وبيقولوا ان في قوه معينه سحريه موجوده في المطرقه، ان هو لما بيرميها دايما بتصيب هدفها، دايما بتيجي في الهدف بتاعها. وبيرميها هنا ناحيه لوبو، احنا شايفين، ولوبو بيتفاداها بقى. واضح ان ده اول شخص بيعرف يتفادى حاجه زي كده. والمطرقه بتلف تاني، وتقريبا هترجع بقى اللفه بتاعتها. معرفش هو الناس اللي عايشين دول المفروض ميتين اساسا، معرفش هم هيتاثروا ازاي ولا مش هيتاثروا اساسا بالموضوع. المهم ان لوبو ما ماتش ووقف اهو. هل هتلف وترجع تاني ولا لا؟ ولوبو بيقوم مهاجم، متفادي المطرقه ويهاجم. والمفروض ثور معهوش المطرقه بتاعته عشان يحمي نفسه. المطرقه رجعت تاني زي ما قلنا، احنا قلنا هي هتلف لفتها وتيجي رايحه تخلص على لوبو بقى من الناحيه دي. بس هو برضو مش عبيط يعني، راح هو كمان نطه كده، وعرف يخليها تلف وتكمل اللفه ناحيه ثور. ونزل ونط ضد كل قوانين الفيزياء طبعا. المهم ثور عرف يمسك المطرقه بتاعته عادي، لان هو ثور بقى وعنده القوات اللي احنا عارفينها دي كلها، ومسكها ورجع ضربها تاني في نفس الوقت اللي لوبو كان بيهاجم عليه. وشايفين ان هما الاتنين وشهم عنيف، وفي بقى البتاع ده بيهاجم وده بيضرب بالمطرقه، وهنشوف ايه اللي هيحصل دلوقتي. في انفجارات بقى حصلت ودمار والاحصنه بتسهل وكل حاجه بتتدمر بس. والحلقه خلصت على كده، نكمل بقى الحلقه الجايه نشوف اللي هيحصل فيها. هو البتاع بطيء جدا بصراحه، يعني ليه حق الناس تتضايق منه فعلا. جايب لك بقى ان المطرقه بتضرب بس الراجل ماسك السلاح وصد الضربه، ودي حاجه غريبه جدا، هيفضلوا يستغربوا عليها ربع ساعه مثلا من الحلقه اهو. بص يستغربوا قد ايه بقى. الناس هتستغرب، احنا هنقدم دلوقتي ماشي، احنا دلوقتي قاعدين نقدم، كل ده تقديم، والناس مستخدمها، واودن مستغرب، والفالكري مستغرب، وكل الناس مستغربه بس. ودي هنا بقى الست اللي اتحولت اهو، هيعمل ايه؟ هيحاول يهاجم تاني؟ لا هو لسه كل ده صادد الضربه اساسا، فاهم؟ بس هي دي بقى الحته القويه قوي في الحلقه تقريبا اللي احنا هنشوفها دلوقتي، ان رغم ان السلاح استحمل الضربه بس رجله مش هتستحمل كانت من الحتت الصعبه فعلا دي، ان رجله ما استحملتش القوه دي، لان هي رجل المفروض بشريه في الاول وفي الاخر. السلاح ما اتكسرش بس رجله هي اللي اتكسرت من كتر ما هو كان يعني الصدمه اللي جايه ناحيته. بس فقال لك كده تقريبا دي النهايه بتاعت لوبو، خلاص هو الراجل رجليه اتكسرت، فهيعمل ايه؟ ورجله التانية اتكسرت كمان كده، رجليه الاتنين بيقع بقى الراجل يا عيني مش مستحمل، وقع على الارض. وهنا بقى بنشوف حاجه من الحاجات الحزينه ان هو هيخسر، بس بنشوف حاجه تانية بقى جميله، ان لوبو ده كان على طول معاه كان على طول معاه الحصان بتاعه اللي كان راكبه على طول. فلوبو هنا ما بيكونش خسر لان هو لسه الحصان بتاعه موجود، فبيخش له الحلبة فعلا يا عيني، وبيروح على الجرح بتاعه، بيبين لنا حب الحصان للانسان. المهم يعني ان هو تقريبا المعركه لسه ما انتهتش، وانا عارف المعركه تنتهي على ايه، بس المفروض ان احنا لسه بنعمل مراجعه يعني بس. وهنا بيقول له صديقي القديم، اكيد هيقعدوا يفتكروا نص ساعه بقى. المهم هيقوم راكب على الحصان بس بعد 9 دقايق مثلا. بص كل ده لسه ما ركبش على الحصان، انا عمال اقدم يا جماعه، كل ده عمال اقدم. المهم اخيرا ركب على الحصان اهو، وبيبان لنا هنا ان المعركه لسه هتكمل تاني. طيب يا سيدي يلا، يا ريت المعركه تخلص بقى عشان زهقنا منها. لوبو بيكمل هجومه مرة تانية، وبيمسك السلاح بطريقة غريبة كده، ان هو بدل ما ماسكه كده ماسكه من قدام، بيرجع تاني يفتكر لنا حاجات للوبو. هو فعلا البتاع مط مش طبيعي، بس ماشي، ما كل انمي كده. المهم هو هنا بقى بيجيب لك التدريب من التدريبات اللي هو بيعملها، بما ان هو كان الراجل لوحده بيعد العدات اهو، ماسك السلاح وعمال يعمل ويعد بيه. لو تفتكروا مين كان بيعمل كده في هانتر، لو تفتكروا كان بيتدرب بنفس الطريقه دي، هي بيقعد يقف ويقعد يعد العدات بتاعته. الراجل العجوز ده بقى عمال يعمل كده ويضرب لغايه ما السلاح بتاعه بيتكسر ويفضل يكمل. الراجل عمال يتدرب زي ما قلنا زي الراجل بتاع هانتر. احنا بس عايزين نشوف الموضوع هنا يخلص اسلحه كتير، وفضل يتدرب الاف السنين وهو بيعمل كده. وجايب لك بقى هنا قوه ضربته، بص الحته دي اللي هيجيبها
بص بقى عمل ايه الراجل، يعني ضرب شق السما، شق السحب اللي في السما، قال لك شق السما نصين من قوة ضربته. هو ماشي انمي يا جماعة، بس يعني فاهم اوفر جدا. المهم يعني عايز يقول ان التكنيك بتاعه ده حاجة، طريقة هو اخترعها جامدة قوي، لدرجة ان فاهم ان هو بقى بيعمل الكلام ده. والسلاح اختفى اصلا بعد ما ضرب الضربة بتاعته، ما السلاح ما استحملش تقريبا الضربة نفسه، السلاح نفسه اختفى والسما رجعت تلضم مرة تانية. بس المهم جايب لنا بقى ان في تكنيك معين عنده جامد قوي، التكنيك ده لما بيعمله هو اللي هيدمر بيه الدنيا، وهو ده التكنيك اللي بيهاجم بيه على ثور، بما انه خسر رجليه خلاص وما عندوش حاجه تانية يخسرها، فهيهاجم الهجوم الاخير بتاعته. وهنا ثور باين ان هو مبسوط ان التاني هيهاجم عليه. انتوا مبسوطين يا جماعه؟ ياي مبسوطين. انت مبسوط يا مطرقه يا مليونير؟ انا مبسوط. ياي يلا بينا نهاجم على بعض. وجايبين بقى الهجمه الاخيره اللي بين ده وبين ده، وداس برجله جامد على الحصان. الحصان نزل دم من بقه من كتر ما الراجل داس، من رجله مكسوره اصلا. ما اعتقدش ان ينفع يحصل ده فيزيائيا، ما ينفعش يعني، او احيائيا بقى ما اعرفش، بيولوجيا يعني ما ينفعش. المهم ان ده راح ضرب المطرقه بتاعته اللي هي هتلف وترجع بقى. احنا خلاص فهمنا الحركه، مش هنتفاجئ ومستنيين اللي هيحصل دلوقتي. احنا بنتفرج سوا على الموضوع. والسكاي ايتر ده التكنيك بتاعه اللي عمله، وهيضرب بالمطرقه بتاعته. عايزين نخلص. وضرب الضربة على مطرقة ثور. يا ترى ايه اللي هيحصل بقى؟ احنا مش عارفين دلوقتي. طبعا هيفضل الضربة دي مثلا، بص الناس بقى بتطير والحاجات بتعمل، والسلاح نفسه بتلاشى تقريبا، هيموت. الست هتموت اللي هي بتاعت السلاح دي، لان هو التاني السلاح لما ضرب بيه الراجل ايده اتقطعت اصلا. اوكي، جايب لنا هنا بقى اللي حصل ان السلاح اتدمر وايد الراجل اتقطعت. هنا بقى دي الست اللي اتحولت يا عيني، الفالكري اللي ما كانتش مديه اخوانا اللي هيحصل. والراجل ايده اتقطعت والفالكري بتموت اهي في مشهد مؤثر حزين، بيندهوا عليهم بقى بكل حزن وحاجات وحشه قوي. وثور بقى احنا عايزين نعرف جراله ايه، هل هو جراله حاجه؟ لا ما جرالوش حاجه، عادي الراجل قاعد مفيش مشكله. بس ده اللي دراعه اتكسر ودراعه التاني اتشمرخ خالص، ما بقاش عنده ايدين ولا عنده رجلين، فاهم؟ فاحنا هو بيعمل ايه؟ بيقطع ايده التانيه عشان يعرف يفايت. معرفش هيفايت بايه تاني ناقص، هو ما عندوش دلوقتي ولا ايدين ولا رجلين، هو قاعد بس فوق الحصان. ولسه هنا تقريبا خلاص. هو حته حلوه بقى ان هو جايب لك ان هو طول عمره مستني المرحله اللي يواجه فيها حد قوي زيه، فاهم؟ او اقوى منه او يهزمه. وجايب لك بقى ان هو رايح للهجمه الاخيره بقى. مبسوط، هو اكشلي فرحان. دي حته كانت جميله قوي، ان هو فرحان انه واجه الشخص اللي هيقدر يهزمه. وبعدين ثور قطع راسه. ودي حته اكشلي جميله، لان هو جايب لك المعاناه بتاعته من وهو صغير، ان هو نفسه في كده لدرجه ان هو راح انتحر من كتر ما مش لاقي فايت. فلما لقى ثور عامل كده زي ما قلنا، كان حاسس بالفرحه في اخر لحظاته. ثور طاير رقبته زي ما احنا شايفين، والناس كلها مستنيه تشوف اللي هيحصل. الراجل مات عادي. وثور كسب المعركه الاولى في صالح الالهه، وكده النتيجه 1-0. وفائز، هو الفائز بين المعركه بين البشر بتاعه هو ثور. والالهه فرحانه بقى وبتعمل، والراجل طلع وهو سعيد ومبسوط واودن. وانتهت معانا يا جماعه الحلقه الرابعه تقريبا، وانتهت كل ده كان المعركة الأولى. فزي ما قلنا يمكن دي بس طولت شوية عشان كنا بنتكلم عن ايه أصل البداية والمعركة. بس زي ما قلنا هو ده ريكوردز اوف راجناروك، 13 معركة. اللي نزل لغاية تسجيل الحلقات دي هو 2 سيزون، مش فاكر كام واحد لعب، بس كل واحد بيتاخد في 4 حلقات زي ما احنا شفنا، 3 حلقات 4 حلقات. فبالكتير قوي هتلاقيهم 8 مثلا لعبوا لغاية دلوقتي اعتقد، بالكتير قوي قوي، يمكن اقل من كده كمان. فدي كانت اول معركة كده اللي لو بو خسر قدام ثور في المعركة الاولى. الحلقة الجاية بقى او الفيديو الجاي نكمل المعركة اللي بعدها، ولو الفيديو يعني يسمح ممكن نعمل معركتين في نفس الفيديو. يا ريت لو الفيديوهات عجباك تعمل لايك للفيديو، سبسكرايب للشانل، ولو في انمي تاني تحب نعمل له مراجعه يا ريت تكتبه برده في كومنت. انا واخد بالي ان الانمي ده محدش عامل له مراجعه، هو كل اللي عاملينه بقى هو بيشتموه بس، فاهم؟ فقلت ليه لا ما نتكلم عنه. بس كده، اشوفكم الفيديو الجاي، شكرا.